السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي حاجة مهمة جدا في الجي كويري اسمها الايفنتس. درس الايفنت من اهم الدروس في الجي كويري، ده اذا ما كانش اهم درس فيهم. عايزك تركز معايا في الايفنتس اللي هنشرحه في الجي كويري ان شاء الله، لانه مهم جدا جدا وتقريبا هتحتاجه في معظم الشغل بتاعك. يعني ايه ايفنتس؟ ايفنت معناه حدث، ايفنتس معناها احداث معينه، او بالبلدي كده زي ما بيقولوا حاجه بتحصل لما حاجه معينه تانية تحصل. يعني ايه برضو الكلام ده؟ نوضح بمثال افضل. تعالوا كده ندخل جوه ال HTML، وهاجي هنا هعرب بوتون، هقول هنا في عندي بوتون، وهدي البوتون ده كلاس وليكن هسميه BTN. وهكتب جواه اي تكست وليكن كلمة كليك، وانفذ على البوتوم ده ايفنت معين. اعمل سيلكت الاول للبوتوم، اقول له والله البوتوم اللي واخد كلاس اسمه BTN دوت. تعال نشوف بقى الايفنت ده السنتكس بتاعه عامل ازاي. اول حاجة بستخدم السيلكتور، وبعد كده دوت، وبعد كده الايفنت نيم، اسم الايفنت، وجوه القوسين دول بكتب الفانكشن. والفانكشن هنا دي اللي هيتنفذ جواها الحاجة اللي هتتم لما الايفنت ده يحصل. يعني الفانكشن ديت بيتنفذ جواها حاجة معينة بتتم لما الايفنت ده يتم. تعالوا نشوف. اول حاجة السلكتور، العنصر اللي انا هنفذ عليه الايفنت وهو البي تي ان. طيب الايفنت نيم، تعالوا كده ناخد اول ايفنت الا وهو الكليك. الكليك ده اول ايفنت معناه الضغط. يعني مثلا تعالوا نعمل ريفرش، عندي البوتوم اهو، لما اضغط عليه عايز حاجه معينه تحصل. لما اضغط على كلمه كليك انا عايز حاجه معينه تحصل. طيب بعد كده نكمل، نفتح الاقواس ونكتب هنا فانكشن، وجوه الفانكشن دي الكود اللي هيتنفذ لما الايفنت ده يتم. يبقى جوه الفانكشن الكود اللي هيتنفذ لما الايفنت ده يتم. طيب تعالوا كده نشوف، نكتب هنا console.log. ايه اللي هيحصل معايا؟ والله هقول له هنا console.log مثلا، هاجي هقول هنا كليك. يبقى انا كده البوتوم لما هضغط عليه هنا بيقول لي في ايرور عندي. طيب ايه الايرور؟ احنا هنا قلنا البي القوسين دول مش موجودين. طيب تعالوا كده نعمل ريفرش. اول لما اضغط على العنصر ظهر لي هنا كلمة كليك. تاني اعمل ريفرش، اول لما اضغط على البوتوم تظهر لي كلمة كليك. هو ده الايفنت، لما بضغط على العنصر بيحصل حاجة. يبقى اول ايفنت عندي، اول ايفنت اخدناه هو الكليك. يبقى ده كده اول ايفنت. طيب يعني ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا اجي اعمل هنا ديف، واقول له والله الديف ده اكتب جواه اي تكست، واديله اي دي او كلاس، واقول له ده مثلا ماي ديف، وانسق الماي ديف ده عن طريق الستايل.
اديله هنا الويتس 400 بكسل، الهايت 200 بكسل، واديله الكلر وليكن الكلر باللون الابيض، واديله الباك جراوند كلر اي لون. طيب هعمل ايه؟ ادي العنصر هنا اهو، ده الديف بتاعي. انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز لما اضغط على كلمة كليك الاليمنت اللي فوق ده يختفي، يحصل له فيد مثلا. طب تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. انا لما اضغط على البي تي ان واعمل كليك، اللي يتنفذ العنصر ده يختفي ببساطة. طب تعالوا نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. احدد ببساطة هحدد العنصر اللي انا هخفيه. ايه العنصر اللي انا عايز اخفيه؟ ببساطة خالص العنصر اللي انا عايز اخفيه واخد اي دي اسمه ماي ديف. هاجي هنا هقول له الماي ديف اعمل لي فيد اوت، وليكن عايزه يتنفذ فيه 5000 ملي سكند. تعالى كده اعمل ريفريش واضغط على كلمة كليك، ايه اللي هيحصل؟ طيب ما حصلش حاجة، يبقى اذا في عندي مشكلة. انا هنا قلت له ايه؟ العنصر اللي اسمه ماي ديف يحصل له فيد اوت. العنصر اللي اسمه ماي ديف عايز يحصل له فيد اوت. تعالوا كده نضغط كليك تاني، وبالفعل العنصر حصل له فيد اوت في 5000 ملي سكند. طب خليه كده 2000 ملي سكند عشان يبقى اسرع شويه. يبقى ده الاليمنت اهو، لما يحصل ايفنت على البوتوم ده والايفنت ده نوعه كليك، لما اضغط عليه يبدا العنصر يختفي، يبدا العنصر يختفي. يبقى ده كان اول ايفنت معايا، الا وهو الكليك. طيب انا عايز اعمل ايه تاني؟ والله مثلا عندي H1، هقول هنا H1 واكتب جواه هيدنج او اي اسم، اي تكست يعني، واجي هنا اديله كلاس واقول له ان الكلاس هنا بيساوي اتش مثلا. طيب انا عايز الاتش ده برضو يحصل له سلايد اب. تعال ندي كده للاتش اديله اي تنسيق، الكلاس اللي اسمه اتش ياخد كلر، خلينا برضو ابيض، اللون الابيض مع اي لون تاني بيدي ميكس جميل جدا. هاجي هنا اقول باك جراوند كلر وليكن اللون الفوشيا ده، واجي هنا اقول له بادنج، هقول له هنا بادنج 20 بكسل. يبقى ده كده الهيدنج وده الديف بتاعي. انا عايز ايه؟ انا عايز لما اضغط على كليك يخفي لي اللوريم ديف، يخفي لي الديف ده في 2000 ملي سكند، ويخفي لي الهيدنج في 4000 ملي سكند. طب تعال كده نشوف. هاجي هنا هقول له طبعا ده كليك اهوت على البي تي ان، اللي هيحصل اول حاجه ده يحصل له فيد اوت في 2000 ملي سكند. طيب ايه تاني؟ الاتش الكلاس اللي اسمه اتش وليكن هيحصل له سلايد اب، هيحصل له سلايد اب في 4000 ملي سكند، هيحصل له سلايد اب في 4000 ملي سكند. تعالوا نعمل ريفريش ونضغط على كليك، هلاحظ الاثنين بدأوا يشتغلوا، بس الاولاني الديف ده اختفى في 2000، فاختفى الاول، اختفى اسرع من
ال HH. يبقى ده ببساطة كان أول نوع من أنواع الإيفنتس، ألا وهو الكليك.